اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تنوروني في القناة حطوا لايك وحطوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل وصفة جبارة. هنعمل كوباية عصير كلها مليانة فيتامينات ومعادن وترفع الحديد في ثواني. حضري بس معانا جزر وحضري معانا بنجر وحضري معانا برتقال، وهنعمل عصير بجد جبار جبار. خدي منه كوبايه الصبح وكوبايه بالليل وتديري الاطفال، مش هتشوفي الانيميا دي تاني ان شاء الله باذن الله. وطريقته بقى سهله وبسيطه، وغير كمان ان البرتقال متوفر كتير قوي اليومين دول، والبنجر برضو والجزر، فدايما تبقي اعمليه باستمرار، دايما خليه في بيتك وطعمه هيعجبكم ان شاء الله، لانه طعمه حلو جدا لما يتعمل وكده وتجربيه هتلاقي طعمه جميل جدا. يلا بينا كده ندخل على الوصفه على طول. انا هجيب الجزر بتاعي كده، انا مقشراه من بره بالمبشره وغسلاه. هجيبه هقطعه ايه كده اهو، حلقات كده صغيره كده، ولو تبقى رفيعه يعني يبقى احسن. هقطعه كله بالطريقه دي. الكميات بقى اللي هتعمليها اي كميه عندك. انا هنا معايا 3 جزرات وبنجرايه، يعني ممكن لو تزودي الجزر تزودي البنجر مع البرتقان ويتحط في التلاجة تشربي منه باليومين انتي وولادك، فمش هيخسر، هيبقى طعمه جميل جدا. تاخدي منه كوبايه الصبح اول ما تصحي من النوم وتديها لولادك، بجد هتشوفي فرق جامد قوي، لانه مليان فيتامينات ومعادن كتير كتير قوي. يعني الفيتامين السي طبعا اللي في البرتقال طبعا، ده غير فيتامين الف اللي في الجزر، والحديد اللي في البنجر، ومعادن تانية كتير جدا. احنا كده هنا قطعنا الجزر بتاعنا بنفس الطريقة، برضو هنقطع البنجر. هقطع البنجر حتت صغيرة شوية، عشان ايه؟ انا مش عايزاه ياخد وقت معايا. العصير ده بقى انا هعمله معاكم، ولا هصفيه ولا هعمل اي حاجة فيه، احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. طريقته سهلة جدا. بصوا البنجر من جوه احمر قوي ازاي. البنجر بتاع اليومين دول بجد جميل وحلو قوي قوي، وحلو كمان لما هو يتاكل كده، يعني هو طعمه جميل قوي لما يتاكل كده، تاخديه تقطعيه شرايح كده وتاكليه كده يبقى جميل جبار بجد، حلو حلو يعني. بس كده هنحضر بقى معانا البرتقال وهقولك هنعمل ايه. يلا بينا. دلوقتي بقى انا هاخد الجزر والبنجر بتاعي كده، هبتدي احطه في حاجه، في كسرونه او في حله او حاجه، وهبتدي بقى ايه اولع عليه واسلقه سلقه حلوه كده، وعايزاه يبقى طري جدا عشان انا بعد كده مش هصفيه، انا عايزه استفاد بكل حاجه فيه. اهو كده اهوت. وهضيف بقى عليه ميه. الميه انا عايزاها ايه؟ عايزاها تغطيه يعني كده، لان هو بيشرب ميه كتير. اهو كده اهو. هاخده بقى هولع عليه، مش هياخد معانا وقت كتير، يعني مثلا بتاع ربع ساعة كده ان شاء الله، وهيستوي معانا وهيبقى جميل. دلوقتي بقى انا ولعت على الجزر والبنجر. انا دلوقتي هجيب البرتقان بتاعي. لو انت عندك برتقان كده فريش ماشي، دوت البرتقان ده انا بجيبه وبشيله في الفريزر، يعني انا بجيب برتقان عندي بالكمية وبشيله بالطريقه دي في الفريزر يقعد معايا بقى. بجيب البرتقان وبقشرها وبقطعها كده قربة واحطها في قلب الكيس في الفريزر، وبعد كده اطلعه لما عاوزه يفك واحطه في الخلاط واصفيه، ويبقى عصير برتقان فريش جميل جدا يقعد معايا. بعمل كده برضو في الوقت اللي البرتقان مبيبقاش موجود فيه، يعني في الصيف لما مبيبقاش موجود البرتقان انا بعمل الحركه دي، بتبقى جميله جدا، لان انا ببقى عايزه البرتقان موجود عندي طول السنه عشان فوائده وكده، وبعمله لاولادي، وبعمل طريقه البنجر برضو والجزر ديت على طول. فلازم يبقى عندي البرتقان ده، لو مش متوفر عام في الشارع فبيبقى موجود عندي في الفريزر، انا شايله منه. الطريقه دي بتبقى حلوه جدا، جربوا
جربيها وهتعجبكم قوي. انا دلوقتي هاخده كده اهوت وهفرمه في الخلاط وهصفيه وهيطلع بقى عصير معانا جميل قوي. انا هنا اهوت جبت البرتقال بتاعي وحطيته في الخلاط وهعصره دلوقتي. انا حطيت عليه شويه سكر صغيرين علشان الجزر بيبقى مسكر، فانا مش عايزه يبقى فيه سكر كتير. او ممكن تحطي بديل السكر معلقتين عسل ابيض، هيبقى جميل قوي، يبقى احسن يعني من السكر، ويبقى فايده طبعا تبقى اعلى. فانا هعصر العصير دلوقتي وهصفيه وهوريه لكم. هنا بقى عصير البرتقال اهوت بعد ما عصرناه معانا. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الجزر والبنجر. بصوا بقى دوت الجزر والبنجر بعد ما سلقناه وسبته بقى يبرد خالص. بصوا نزل ميته ازاي، بصوا ميته بقت حمرا وجميله جدا اهي. بصوا الميه، الفوائد كلها بقى في الميه دي. طبعا الميه دي انا مش هرميها طبعا، هقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. انا مش هعصره في الخلاط، انا هاخده كده دلوقتي وهعصره في الكبه، هخليه يتفرم في الكبه. ليه بقى؟ لان الكبه بتفرمه احلى من الخلاط، الكبه بتخليه ناعم خالص، مش هحتاج ان انا اصفيه، انا عايزاه كده اهوت، مش عايزه اصفي منه حاجه. لكن لو عملته في الخلاط هضطر ان انا اصفيه وممكن يبقى يشرق وكده. لكن ادام انا مسويه على الاخر كده اهو بيتكسر معايا بكل سهوله، هيتعمل في الكبه وهيبقى ناعم وهيبقى جميل قوي. هاخده كده بحاله كده في الكبه بميته، بالميه دي اهو. هنا انا حطيته في الكبه بتاعته بالميه بتاعته. هفرمه انا بقى دلوقتي وهوريه لكم اهو. هنا معانا كده اهوت بعد ما فرمته. بصوا بقى ناعم ازاي، ناعم وجميل قوي، مش هحتاج ان انا اصفيه ولا اي حاجه. انا هاخده بقى كده هحطه على العصير على طول. بصوا بقى انا هنا كده حطيته على العصير. بصوا بقى كده بقى جاهز معانا على الشرب على طول. ومعانا احلى عصير جزر بالبنجر بالبرتقال، بجد تحفة وطعمه جميل كده. بقى هنا بقى جاهز معانا، هنقدمه بقى. والله هو حلو اوي رمضان، انا بعمله على طول عندي وبشيله في اكياس في الفريزر لرمضان، وبيتخزن وبيبقى جميل وبيبقى جاهز اهو. بصوا بقى بالشكل ده، بجد حلو اوي 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 اوي. جربوه بجد هيعجبكم جدا ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تصلكم ان شاء الله وصفاتنا كلها بإذن الله. مع السلامة.